أخيرا وليس آخرا، نصيحة أحب أقولها لإخواتي وهي راعي ضميرك في الشغل. حط دايما في دماغك إن ربنا مطلع عليك. حط نفسك مكان البيشنت. الحاجة اللي مترضاش على نفسك ما تعملهاش للبيشنت. الحاجة اللي متعرفش تعملها أو حاسس إنك مش أحسن حاجة فيها، مش عيب إنك أنت تقول أنا مش هعملها أو مش هعمل الحاجة دي لحد ما أطور من نفسي وأشتغل على نفسي في الحاجة دي وأبقى كويس فيها. العيب إنك أنت تعمل الحاجة وأنت مش بتعرف تعملها أو أنت مش أحسن حاجة فيها. أي نعم، دكاترتنا الكبار والمعيدين بيكونوا معانا وقت السكشن وبنتعلم منهم طبعا، بس الدكتور أو المعيد اللي معانا مش بيكون موجود معانا طول الوقت. فأنت دايما حط في بالك أو حط في دماغك إن لو المعيد أو الدكتور مش شايفك فربنا سبحانه وتعالى شايفك ومطلع عليك. آخر حاجة حابب أقولها وهي إن المريض ده جاي لك بألم، فأنت ما تكونش أنت والألم على المريض، خليك سبب بعد ربنا سبحانه وتعالى إنك تخفف ألم المريض. ولهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وإن شاء الله استنونا في فيديوهات تانية كتير هنتكلم فيها عن حاجات كتير بالتفصيل، وزي ما قلنا في حاجات كتير هنتكلم عنها. السلام عليكم.